من كل الكلام ده وركزوا في البرو كاب. ده مهم جدا، لان احنا لما بنحط حمام زيت عارفين بقى شغلانه ان انت تسخني فوطه وتحطيها في ميه دافيه وبعدين تلفي شعرك بيها وبعدين الفوطه تزيد فهتترمي في الاخر. في نفس الوقت لو احنا دلوقتي في وقت زي الشتاء مثلا، فانت هتحطي الفوطه وتلفيها 5 دقايق وهوبا هتلاقيها بردت، وهتضطري ان انت تشيليها من على راسك وتحطيها تاني في ميه سخنه، والموضوع هيصه وبياخد وقت. في حين ان لو جبنا البرو كاب ده وحطيتيه على راسك، هو بيتوصل بالكهرباء ومعاه اللي هو زي زر تحكم كده، يعني يا دوب بس هتحطي الفيشه كده في الكهرباء وهتشغلي الزرار تحطيه على راسك كده اهو، وتسيبي بقى الحراره بتاعته، الحراره الحلوه مش الحراره اللي هي تاذي الشعر، الحراره اللي تخلي اي زيت او اي منتج انت هتحطيه على شعرك ان شعرك يمتصه. طبعا الموضوع ده ما يتعملش اكتر من ربع ساعه، يعني نص ساعه ماكسيموم، وتكملي حمام الزيت عادي. انت خلاص سخنتي الزيت كده وخليتيه يدفى، فهو هيوصل للشعر بشكل كويس. بعد كده تسيبي ده على جنب وتسيبي بقى حمام الزيت مثلا على شعرك ساعتين. ده هيساعدنا ان احنا نحس بنتيجه اسرع، وان احنا كمان نستفاد بكل حاجه احنا بنحطها على شعرنا. قبل ما اسيبكم